أكتر من 264 مليون إنسان حوالين العالم بيعانوا من الاكتئاب، بس الغريب إن جزء كبير منهم مش واخد باله أصلا. مش كل اكتئاب بيبان على وش صاحبه، ممكن تلاقيه بيشتغل بيهزر وبيبان طبيعي جدا، بس الحقيقة جواه حاجة مش مستقرة. الفيديو ده مش عن العلامات اللي الكل يعرفها، ده عن الحاجات اللي بنشوفها كل يوم بس مش بنربطها بالاكتئاب. 7 علامات خفية لو لاحظتها في نفسك أو في حد قريب منك ممكن تغير وجهة نظرك عن الاكتئاب تماما. أهلا بيكم. أول علامة هي الضحك الزايد عن الحد. زي ما اتفقنا الاكتئاب مش دايما بيبان على الوش، ومن أكتر العلامات اللي بتخدع الناس هو الشخص اللي دايما بيضحك ويهزر ومليان طاقة. في علم النفس في حاجة اسمها آليات الدفاع النفسي، يعني الطرق اللي عقلنا بيستخدمها علشان يواجه أو يهرب من المشاعر الصعبة. واحدة من الآليات دي هي الفكاهة، إنك تضحك وتهزر مش لأنك مبسوط بس لأنك بتحاول تتجاهل حاجة مؤلمة. ساعات بنسمي ده الاكتئاب المقنع. يعني اكتئاب مش باين على الشخص من بره، بيبان إنه طبيعي بس هو جواه شيء غير مستقر. ومن أشهر العلامات التأجيل المستمر وفقدان الحافز. عمرك كمان حسيت إنك مش قادر تبدأ حاجة حتى لو كنت بتحبها؟ إنك تقعد تأجل وتأجل لدرجة إنك حتى مش قادر تقوم من السرير. الناس غالبا بتفكر إن ده كسل، لكن في الحقيقة ده ممكن يكون الاكتئاب. مصاب الاكتئاب بيقل عنده الدوبامين المسؤول عن المتعة والتحفيز، ومع نقصه بيبقى من الصعب يلاقي حافز لعمل أي حاجة حتى لو كانت أكثر حاجة بيحبها. مش كل تأجيل معناه إهمال، ساعات بيكون الشخص بيحارب كل يوم مع نفسه ومحدش واخد باله. وده يخلينا نروح للعلامة الثالثة، وهي الانعزال والابتعاد عن الناس بدون سبب واضح. حد من دايرتك المقربة اختفى قبل كده فجأة من غير ما تعرف ليه. تلاقيه مش بيرد ولا بيظهر ولا بيشارك في حاجة. ممكن تفتكر انه زهق من الناس او مشغول، لكن الحقيقة هو مش بعيد عنك، هو بعيد عن نفسه. الاكتئاب بيخلي التواصل مع الآخرين صعب جدا، كلام بقى مجهود، الظهور في أي مكان بقى تقيل، وحتى الضحك بقى مرهق. اللي بيحاول يبان طبيعي أو اللي فجأة بيختفي أو اللي بيبقى ساكت طول الوقت رغم أنه موجود في محيط اجتماعي، غالبا هو مش بعيد عنك، هو بيخوض معركة مع دماغه محدش شايفها. ورابع حاجة ومن أشهر علامات الاكتئاب السخرية من النفس والشعور بالعجز. حسيت قبل كده إنك مش قادر تبص لنفسك في المراية؟ مش لأنك مش عايز، لكن لأنك مش قادر تشوف الشخص اللي كنت تعرفه. السخرية من النفس هي لما تبدأ تقلل من قيمتك وتضحك على نفسك وتحس إنك مش قادر على أي حاجة حتى لو كانت بسيطة. الكل بيضحك، بس ساعات الضحك ده بيكون وسيلة للهروب من الشعور العميق بالعجز. المشكلة مش بس في الأفكار السلبية، لكن في الشعور المستمر بالعجز، وكأنك محاصر في دايرة مغلقة مش قادر تخرج منها. الشخص اللي بيضحك على نفسه دايما غالبا بيكون مش قادر يصدق انه لسه في حاجة كويسة جواه. وده ياخدنا للعلامة الخامسة اللي بتوضح حاجة مهمة جدا عن الاكتئاب، وهي التغير في العادات اليومية من غير سبب. اللي بيضحك علشان يخفي مشاعره، واللي بيبعد عن الناس، واللي مش قادر يقوم من مكانه. في حاجة مشتركة بين كل دول، وهي التغيرات اللي بتحصل في حياتهم اليومية من غير تفسير واضح. زي انك بدأت تنام كتير او مش قادر تنام، او فجأة شهيتك للأكل اتغيرت، او حتى بقيت تتابع حاجات سطحية طول اليوم ومش قادر تفسر السبب. ده مش مجرد عادات جديدة او تقلبات عادية في حياتك، ده ممكن يكون إشارة من جسمك وعقلك بيحاولوا يقولوا لك حاجة. في الاكتئاب بيحصل اضطراب في كيمياء الدماغ، وده بيأثر على المواد الكيميائية زي الدوبامين. والدوبامين هو المسؤول عن المتعة والتحفيز. لما الدوبامين يقل الجسم بيدور على مصادر سريعة للحصول على جرعة منه، زي الأكل الزائد أو النوم المفرط أو حتى متابعة محتوى سطحي على السوشيال ميديا. ده مش مجرد تغيير في الروتين، ده محاولة من الدماغ لتعويض نقص المواد الكيميائية الطبيعية. الاكتئاب مش بس بيأثر على المزاج، ده بيغير كيمياء الدماغ بشكل كامل، وده بينعكس على جسمك وتصرفاتك اليومية. في علامات تانية بتظهر فجأة بتتمثل في تغيرات جسدية غير مفسرة، زي ألم غريب في العضلات، صداع مستمر، مشاكل هضمية بدون تفسير. هل دي حاجات حصلت معاك فجأة من غير ما تعرف السبب؟
دي مش مجرد أعراض عادية، ده جسمك بيدلك على حاجة مهمة. الاكتئاب مش بس بيأثر على عقلك، لا ده كمان بيأثر جسديا بشكل مباشر، بيغير توازن المواد الكيميائية في الدماغ، وده بيأثر على أعصاب الجسم ويخلي حاجات بسيطة زي الحركة أو الهضم تكون أكثر صعوبة. والعلامة السابعة هي التقلبات المزاجية المفاجئة. بعد كل التغيرات اللي بتحصل في نومك، في شهيتك، في تصرفاتك اليومية، ممكن تفتكر إن ده بس بيظهر على الجسم، لكن في الحقيقة ده بيظهر على المزاج كمان، لأن المخ مش مستقر. التقلبات المزاجية المفاجئة هي انعكاس مباشر للفوضى اللي بتحصل جوه دماغك. فجأة تضحك وبعدها بلحظة تحس إنك مضغوط، متوتر، أو حتى مكتئب من غير سبب واضح. ده مش تذبذب بسيط، ده نتيجة اضطراب في الطريقة اللي دماغك بيتعامل بها مع مشاعرك ومع الدنيا حواليك. الاكتئاب ممكن يخلي حتى أبسط المواقف تبان ضخمة، أو يخلي اللحظات الحلوة تفقد معناها فجأة، مش لأنك عايز كده، لكن لأن الاستجابة العاطفية عندك مش ثابتة، والمزاج بيتغير أسرع من قدرتك على تفسيره. وفي النهاية لازم نعرف ان الاكتئاب مش مجرد شعور بالحزن او فقدان الامل. التغيرات اللي بتحصل في حياتك اليومية سواء كانت جسدية او عاطفية ممكن تكون اشارات مهمة ان في حاجة جواك مش تمام، ولازم تكون على وعي بيها علشان تقدر تتعامل معاها بشكل صحي. وفي النهاية الاكتئاب مش مجرد شعور بالحزن او فقدان الامل، ده تأثير شامل على عقلك وجسمك. التغيرات اللي بتحصل في حياتك اليومية سواء كانت جسدية او عاطفية ممكن تكون إشارات مهمة إن في حاجة جواك مش تمام، ولازم نكون على وعي بيها علشان نقدر نتعامل معاها بشكل صحي. شاركونا التعليقات.